أهلا بكم في حكايات مصرية. المرة دي القصة عن بنت اسمها هبة. البنت دي كانت الأخت الصغيرة لهناء. يعني الأم جابت هناء دي، وبعديها ب10 سنين جابت هبة. فبقت هبة بالنسبة لهناء بنتها، تشربها، بترضعها، بتغير لها، أختها الصغيرة. كبرت هبة وخدت الإعدادية، دخلت مع التمريض، بقت ممرضة. المهم وهي بتشتغل بقى ممرضة في مستشفى، طبعا في معاها دكاترة وفي معاها ممرضين وفي معاها ناس كتير. من ضمن الناس دي ولد كان اسمه محمد. محمد ده كان بيشتغل اللي هو بيعمل ايه، بيجيب اللي هو الاوردرات للناس اللي بتعمل بتمثل او بتجيب بارت تايم في ايه، في الشغل اللي هو بتاع التمثيل، اللي هو الكومبارس والحاجات دي. فكان بيجيب ناس ويودي ناس، مش عارف ايه، شغلته كانت كلها مع الممثلين. المهم محمد ده شاف هبه ممرضه وبتكسب ومعاها فلوس وايه، وهو بيكسب برضه. فقال لها انا بحبك يا هبه. قالت له طيب بتحبيني، تعالى تقدم لماما. كانت هي هبه راحت تعمل اعلان عن زيت. هبه كانت جميله قوي، وهي بتعمل الاعلان عجبته قوي، بقى عرض عليها الجواز. قالت له عموما تعالى لماما. راح لمامتها، مامتها قالت لها لا يا بنتي، ده مش كويس. قالت لها ليه يا ماما؟ قالت لها ده واحد بيشتغل مع ممثلين وممثلات وده مش بتاعنا. احنا ناس غلابه وعايشين في السيده عيشه، عايشين بشرفنا وبأدبنا وبأخلاقنا، وهو قيمنا الوحيدة اللي هي ايه، نملكها، واخلاقنا هو دي رأس مالنا. بس ده واضح ان هو متسيب شوية، مش بتاعنا. قالت لها يا ماما انا بحبه. قالت لها انت حرة، انا ما بغصبش حد على انه ان اقول لك لا ولا بس انا بقول لك رأيي وانت حرة. المهم الواد جه وقال لها يا طنط انا ما عنديش شقة، هاخد شقة ايجار جديد. هاخدها فين؟ في الهرم، هم ساكنين في السيدة عيشة. المهم قالت له خد يا ابني مكان ما يعجبك. خد الشقة ويا عيني جهزتها ب3 أوض، طبعا من اللحم الحي، وايه وعماله طبعا عايزه تستر بنتها بشكل محترم زيها زي اخواتها. هي كانت اخر واحده في اخواتها، اصغر واحده. المهم خدت شقه في الهرم وشقه ايجار جديد. هو بدا يشتغل برضه في شغلته اللي هو ايه، اعلانات والحاجات دي. طبعا الحاجات دي ما بتدومش، الشغل ده بيبقى شغل موسمي، ساعات يبقى فيه شغل وساعات ما يبقاش فيه شغل. المهم وهي بتشتغل ممرضه، ف في الاثناء دي حملت وبقت ايه، بقت حامل وبتروح الشغل وبترجع وهو ما معهوش فلوس، تقوم تصرف تجيب اكل هي. المهم فين وفين لما راح تولد، ولدت وايه وجابت بنت صغيره سميتها ايه، منى. بقت منى دي طبعا فرحانه بيها جدا، وابوها كمان فرحان بيها الحقيقه. بس ما معهوش، بعد ما كان بيكسب فلوس كتير ما بقاش، بقى الاعتماد كله على هبه. وهو بدأ يعمل ايه بقى، كل ما يحتاج فلوس يبيع حاجه من البيت. باع التلفزيون وباع الثلاجه وباع الغساله باع كل حاجه لغايه ما بقاش في عفش، بقوا عايشين على ايه، مرتبه في الارض. امها قالت بقى تقول ايه، كلامك كان صح يا ماما، يا ريتني سمعت كلامك وما خدتوش. المهم في النهايه
طبعا ساب الشقه اللي هي الايجار الجديد لان معهوش فلوس يدفع ايجارها، وباع بقيه العفش. المهم هبه رجعت لامها معاها بنت، معاها منى. لحسن الحظ ان هبه كان ليها اخت اسمها منى برضه زي على اسم بنتها. منى دي كانت ايه معاها بنت واحده، وايه وبقت تسيب عندها البنت عشان خاطر بتروح شغلها. فمنى اتعلقت بالبنت، قالت لها ما تسيبيها لي يا هبه، انا متسليه بيها وفرحانه بيها قوي. المهم بقت سابت لها منى دي لغايه لما منى كبرت وبقت عندها 3 سنين 4 سنين. هو كان بيجي يشوفها من تحت، يجيب لها بسكويت، يجيب لها مش عارف ايه، كلام فاضي، ومش معقول يمنعوني يشوفها. مره في مره هبه حست ان جوزها ده ملوش لازمه، لا بيصرف ولا موجود ولا عنده شقه ولا مفيش، يعني مفيش اي حاجه من مقومات الجواز خالص. المهم قالت له طلقني يا محمد. قال لها متاكده انك عايزه تطلقي؟ قالت له متاكده. لا طب فكري شويه. وبنتك؟ قالت له بنتي مع اختي، واختي البنت اتعودت على اختي خلاص، بتقول لها يا ماما وانا بتقول لي يا ماما انا كمان. وانت بقى عايز تشوفها في اي وقت تعالى، عايز تاخدها خدها تقعد بقى عند مامتك يوم يومين انت حر. بس هي البنت تبقى مع ايه؟ مع خالتها اللي هي بقت امها يعني. والبنت كبرت بقى ومع خالتها خلاص، يعني ايه الوضع بقى ايه استقر على كده. جه في يوم من الايام هبه طبعا ما جالهاش عريس تاني، هي اتطلقت وعايشه مع مامتها. فقالت ايه طب ليه ما اخدش بنتي واعمل اسره زي اي حد؟ بس هي ناسيه ان البنت دي محتاجه حد يقعد معاها، محتاجه ام عايشه مش ام موظفه. خدت البنت معاها ونقلتها يا عيني من المكان الاخت اللي كانت فيه اختها، ونقلتها لايه؟ للمكان اللي فيه مامتها اللي عند السيده عائشه. البنت يا عيني اتبهدلت وبقت تقول لها يا ماما سيبيني مع ماما منى، انا مش مستريحه هنا، انا مستريحه مع ماما منى. بدات هبه تحس انها ايه بهدلت البنت اللي معاها. ومنى كانت بتعيط لانها ايه حبت البنت. فجت هبه قالت لا انا هرجع لعقلي، خليها معاك، ونقلتها تاني عند بيت خالتها، وراحت مع بيت خالتها وكبرت بقى منى مع ايه مع خالتها. وخلاص الوضع استقر على كده، لان خالتها هي اللي بقت امها، لانها ايه هي اللي عايشه معاها وهي اللي كانت بتشيلها وتصحيها من النوم، تشربها اللبن، يعني خدها صغيره، خدها ايه كانت بتروح لها وهي شهور لغايه لما كبرت. فبقت حتى انتمائها لماما منى اللي هي خالتها اكتر من انتمائها لهبه اللي هي امها الحقيقيه. وهبه حست بكده، فهي برضو ام، وحست ان البنت بتتبهدل. قالت له انا بهدلها ليه؟ هي كانت شاطره جدا مع ماما منى وكانت بتطلع الاولى. لما راحت مع هبه بقت بيجي لها ملحق، يعني اتاخرت خالص. قالت لا انا ما اثرش على مستقبل البنت، خليها معاك يا منى، يعتبر هي بنتك انت اكتر ما هي بنتي. قالت لها بص يا هبه، انا بالنسبه لي بحبها جدا، لما خدتها مني كنت بعيط كل يوم وانا قبل ما انام، لكن انا ما اقدرش امنع بنت من امها، ما اقدرش، لكن مصلحتها معايا يا بنتي يا اختي، ودي الحقيقه. وابوها اللي هو جوز منى كان بيحب البنت قوي، لان هم ما عندهمش عيال كتير، هم عندهم بنت وولدين، وللاسف ولد منهم توفى في حادثه في البحر، راح بيعوم مع اصحابه فتوفى. فبقى ارتباطهم بالبنت منى الصغيره دي اكتر. ليه؟ ما عندهمش غير ولد وبنت كبروا خلاص، ومنى دي اللي هي ايه ماليه حياتهم. لدرجه الراجل نفسه جوزها قال لها احنا اتعودنا عليها يا منى، ما تسيبيهاش، ده احنا بنحبها. المهم والبنت عاشت بقى معاهم وكبرت، وهبه لغايه النهارده ما اتجوزتش. وجوزها بقى قصته غريبه جدا، اتعرف على واحده فرنسيه، والفرنسيه دي قال لها ايه عايزه تتجوزه، وجت فعلا اتجوزته في مصر، وقالت له هبعت لك تيجي لي فرنسا. وايه طبعا هبه ما بقاش لها، يعني ما بقاش مهتمه بيه خلاص، هو ما بقاش جوزها، هو طريقها بس، هو ابو بنتها. المهم
قالت له خلي بالك يا محمد، الاجانب دول بيبقى ليهم بيبقى بيحبوا حد فتره معينه وخلاص وانتهينا، بتبقى زي نزوه، لكن ما تقيمش حياتك عليهم. مش بقول لك كده ان انا عايز ارجع لك، انا مش هرجع لك طول عمري، خلاص انتهينا، انا جربت معاك حياتي وعلى كده انتهت، بقيت حطيت ايه ختام لحياتنا ما فيش، بس انا بنصحك لان انت ابو بنتي برضه. مهم فعلا بعتت له الفرنسيه دي، بقت تيجي له تبعت له فلوس في الاول، وبعد فتره اتقطعت الصله خالص، ولا تبعت له فلوس برغم انها مراته وكاتبين كتاب هنا، وقت اللي بتبعت له فلوس هو اتبهدل جدا، بيدور على شغل، وبرضه بيجي يشوف بنته لان ايه، ما بنته يجيب لها شوكولاته، يجيب لها بسكوت، وهي هبه كانت مقدره ان هو ما معهوش فلوس، فما كانتش بتطالبه بحاجه للبنت، بتقول له يا محمد حاول تحسس البنت ان انت ابوها، في العيد مثلا هات لها فستان، حاجات على قد ما تقدر عشان خاطر البنت تفضل حاسه ان ليها اب فعلا. المهم هي كانت بتكلمه كان بصفه انها ايه، يعني خلاص هو ايه ابو بنتها مش اكتر. المهم عاشت هبه دلوقتي، هبه وصلت خلاص دخلت عدت ال40، والبنت دلوقتي دخلت في اعدادي، كبرت بقت عروسه، ومحمد لا هو سافر ولا هو قعد ولا هو اتجوز ولا هو اشتغل. المهم الاسلم في اللحظه دي ان الواحده تسمع كلام اهلها. امها قالت لها ما تاخديهوش، ده مش مستقر ومش وظيفه ثابته، وده مش هينفعك، هيبهدلك يا بنتي. وفعلا هو بهدلها، لانها دلوقتي لا منها متجوزه ولا منها مستقره، وايه وكل اللي خدته منه انها خدت لقب مطلقه. ودلوقتي بيجي لها ناس بقى طبعا في السن ده اللي حاجه و50 واللي حاجه و60، يعني خلاص هو كده. هو الجوازه هي الجوازه الاولى الحقيقه عندنا هنا في مصر بالذات، الجوازه الاولى هي اهم حاجه. امها قالت لها، وهي ما سمعتش كلام امها، قالت لها بحب يا ماما، وندمت بعد كده، بس هي دي حياتها اللي بقت كده، وخلاص هتعمل ايه نصيبها. وهي مستنيه لغايه دلوقتي. جالها واحد اخر مره دكتور كان شغال معاها، لان هي جميله، كانت بتدي تعمل اعلانات جميله ومؤدبه طبعا، وراح لاخوها، وبعد فتره اختفى. يعني ايه، حتى اللي بيجي بيشوف الظروف على طبيعتها، بيبتدي بقى ايه، الجواز دلوقتي بقى بالنسبه للمصريين بقى زي ما تقول صفقه، عندك ايه وعندي ايه وهجيب ايه وهجيب ايه. المهم في النهايه هي قاعده مش متجوزه، وايه وامها بتقول نفسي تستقر قبل ما انا اموت، انا خايفه اموت واسيبها كده في الدنيا. ف دي قصه هبه اللي ما سمعتش كلام مامتها وركبت راسها وقالت هتجوزه، وربنا يا رب يوفقها ويجيب لها حد كويس.